الفنان سيف الله مختار من أشهر الممثلين اللي أدوا الأدوار الثانوية المعروف للناس بالشكل فقط. حضوره كان لافت للنظر ودمه خفيف جدا، وصاحب أشهر إفيه وهو أباه. شارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسارح والتلفزيونية. يلا نعرف تفاصيل أكتر عن حياته الشخصية. هنبدأ. اتجوز الفنان سيف الله مختار من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها بنته الوحيدة زينب مختار، وهي بتعمل الآن طبيبة نفسية. عانى من المرض لمدة 8 ساعات فقط وانتقل إلى رحمة الله تعالى. استضاف برنامج صباح الورد على شاشة قناة 10 بنت الفنان سيف الله مختار. ومن الأسرار اللي حكتها بنت الفنان سيف الله مختار، قالت إن والدها كان دايما بيقول لها أنا حاسس إن هموت بدري، وكان دايما يقول لها انبسطي بيا لأن حاسس إني مش هعيش كتير. وللأسف كل متوقع آت والقدر موكل بالنطق، فتوفي بعديها بفترة صغيرة جدا. أصيب الفنان سيف الله مختار بجلطة أدت لانفجار في المخ بعد 8 ساعات فقط من إصابته بيها. أصيب بالجلطة نتيجة الاكتئاب الحاد اللي أصابه بعد إصابة زوجته في حادث فقدت على إثره جزء كبير من الحركة. من وقتها ودخل في حالة اكتئاب حاد، ومن ثم جلطة في المخ. قالت بنته الوحيدة زينب إن الفنان سيف الله مختار في سنواته الأخيرة ما كانش بيقبل أي أعمال بتعرض عليه بسبب حالة الاكتئاب. وبسبب حالة الاكتئاب رفض عرض الفنان محمود عبد العزيز اللي جاله لحد البيت عشان يقنعه إنه يشترك معاه في مسرحية خشب الورد. ولكن للأسف الفنان سيف الله مختار كان مكتئب بشكل كبير جدا لدرجة إنه ما كانش بيقدر ينزل من البيت ورفض المسرحية. اتولد الفنان سيف الله مختار سنة 1933. رغم ان ادواره اغلبها ادوار ثانوية، الا انه تعرف للمشاهدين جدا. كانت اغلب ادواره بيغلب عليها طابع السذاجة. من الأفلام اللي شارك فيها ممنوع في ليلة الدخلة ورجب فوق صفيح ساخن والراقصة والطبال والاحتياط واجب وهنا القاهرة. ومن أهم الأعمال اللي شارك فيها في السينما يوميات نائب في الأرياف، وعماشة في الأدغال، ومولد يا دنيا، وأفواه وأرانب، وكتير من الأعمال الناجحة. انحصر المشوار الفني للفنان سيف الله مختار ما بين سنة 1965 لسنة 1989، وللأسف لم يحظى على اهتمام النقاد، وده لعدم مشاركته في ولا دور بطولة. كانوا شايفين إنه غير قادر على تجسيد شخصية البطل أو شيء العمل بالكامل. سيف الله مختار أخو الفنان أحمد رمزي، وشيع في فترة إن الفنان الراحل سيف الله مختار أخو الفنان أحمد رمزي، لكنها كانت شائعة كاذبة، لأن الفنان أحمد رمزي ما عندوش غير أخ واحد اسمه عصام وبيعمل طبيب. ظهر الفنان أحمد رمزي في لقاء تلفزيوني ونفى شائعة إن الفنان سيف الله مختار أخوه. وفي يوم 7 ديسمبر سنة 1989 انتقل الفنان سيف الله مختار إلى رحمة الله تعالى رحمة الله عليه. خلص الفيديو، لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيج.